في يوم ذهبت للقاء الدكتور المرحوم محمد حسن الزيات، تذكر ذلك؟ أو استدعيت أو أنت أو قابلته، طلبت قبله علشان دور أديب عميد الأدب العربي الراحل طه حسين. تذكر الحادثة؟ أيوه. شو صار بالضبط؟ هو ده في بداية حياتي الفنية. كنت لقيت تحت عقب الباب كده عندي، كنت بعمل مسلسلات و كنت مسافر دبي اعمل مسلسل، فرجعت لقيت ايه الايام فايه مسلسل الايام ده مانيش عارف. فرحت التلفزيون قعدت بيعملوا بروفا، فلقيتهم بيقولوا لي اهلا يا طه، فمش عارف ايه الحكايه. فلقيت ايه بعد ما خلصت البروفا لقيتهم بيقولوا لي انت هتعمل شخصيه الدكتور طه حسين في مسلسل الايام. فكانت مفاجاه كبيره جدا. فكان الاستاذ محمود ياسين عامل قاهر الظلام وفيلم وناجح والناس ونجم كبير. فانا سالت، فحصل خلاف ما بين الاستاذ محمود ياسين وبين قطاع التلفزيون لظروفه، وانه عمل الفيلم قبل كده. فابتدى المخرج يقول لي انه هو راح لنور الشريف، فنور الشريف قال له محمود ياسين عمله، حرق الموضوع. راح لعزت العلايلي، فعزت العلايلي برضه قال له محمود ياسين عمل الموضوع، وبعدين المسلسل لازم يتعمل. فقالوا طب نفكر في الاصطاف الثاني، فحط شويه اسماء من الصف الثاني انا منهم، وبعدين وقع عليهم اختياري يعني حد جديد بقى يعمله. وقالوا لي تعال اتفرج على الاستاذ محمود ياسين عمل. قلت لهم لا مش هتفرج على الفيلم، عاوز اعمله من خلالي يعني. فرحت قالوا لي طب تعالى قابل الدكتور الزيات. فرحت للدكتور الزيات الله يرحمه. فاول ما قابلني وهو منزعج، ده اللي هيعمل طه حسين؟ يا لن يعني بقى متضايق ومش عارف يقول الكلام ده للمخرج الاستاذ يحيى العلوي والاستاذ حشين كان معانا. فازاي يعني ده؟ فيقول انت عملت ايه يا ابني قبل كده؟ استاذ محمود ياسين عمل الدور كان. فلقيت الراجل مش حابب فسكت. فهعمل ايه؟ وبعدين بعد ما سال المخرج الدكتور الزيات هو والاستاذ حشين عن تفاصيل شخصيه الدكتور طه حسين الادبيه، فالاستاذ يحيى العلوي قال لي مش عاوز الدكتور الزيات. فاساله ازاي وهو يعني الراجل مش طايقني يعني لن يقبل الا بمحمود ياسين. فمهما اتكلم معاه فقلت له ممكن اسال سؤال؟ قال لي اسال. وهو متضايق يعني مش متضايق مني، ان هو عايز حد. نعم. فقلت له كيف كان يضحك طه حسين وكيف كان يبكي طه حسين؟ فعمل لي كده. قلت له عفوا يا دكتور ما تنزعجش، ممكن تقول لي نكته كان بيقولها الدكتور طه حسين؟ قال لي انا حسيت انه ممكن يشيلني ويرميني قال لي ايه؟ قلت له عاوز تقول لي نكته نكته من النكت اللي كان بيقولها الدكتور طه حسين، او تقول لي موقف بكى فيه شخصيا. فقال لي ايه ده؟ قلت له قال لي نكته وعمل كده. فقلت له عفوا عميد الادب العربي ده كتب، اجيب حديث الاربعاء، لغو الصيف، واعماله في الميزان، نقد الادب الجاهلي ده انا على قد سني. انا دلوقتي اول ما عرفت ان اعمل الدور على قد ما اقدر رحت جبت الكتب وعمال اقرا فيها علشان استوعب هذا الفكر الكبير. انما انا بعمل طه حسين الانسان، وهو كتب عن نفسه في الايام اشياء كثيره جدا انا عاوز المسها منك انت بقى بعد مرحله الايام. فالراجل لما سمعني بقول كده فابتدى يقول يعني هو فابتدى يحكي جانب جميل انساني وقد ايه كان ساخر وسخريه لاذعه جميله رقيقه. فانا حبيت اشوف، لان انا مش هعمل كتاب، انا عاوز اعمله الانسان. فقال لي جوانب كثيره جدا. وبعدين نزلت لقيت الاستاذ يحيى العلمي، لقيت كل الناس رافضه، يقول لك هو طه حسين كان اسود، هو طه حسين مش عارف ايه، ده صوت الاستاذ محمود ياسين. فلقيت الناس عماله تشوشر عليا. فلقيت الاستاذ يحيى العلمي بيحضني بيقول لي انا بشجع فيك شجاعتك انك انت صامد على انك جبت استاذ لغه عربيه وعملت المسلسل وابتديت ادرس الضرير. لقيت فيه زياده عن 10 15 ضرير. في الضرير اللي مولود في منطقه شعبيه يعني كلامها بيبقى عشوائي، فتلاقيه شخصيه غير ما عندهاش كنترول على مخها فتلاقيه بيتحرك ازاي وبيعمل حاجات
غير الاعمى اللي مولود مثلا في منطقه انبساطيه زي الحسين، زي الشيخ سيد مكاوي، فيها تراتيل دينيه وفيها فيقول لك مساء الخير يا مش عارف ايه، يعني ايه، في حاله انبساطيه جميله كده، فتلاقيه بيتكلم ازاي. غير الراجل اللي حصل له ضرر في عينيه وهو عنده 10 سنين وكان بيفتح، وبعدين بقى عنده 20 سنه، فكل الاشياء بتكبر، فبيبقى عصبي، تلاقيه نرفز وتلاقيه بيقوم بيه وكارئ. وغير يعني قعدت ادرس كذا شخصيه علشان اوصل لهذا الرجل التاملي اللي هو يقول لك انا مش اعمى ياهو، يعني اذا كان ده اعمى انما هو مفتح من هنا ومش واخد. فقد ايه عشان الواحد يوصل لديت مع اللغه العربيه، وابتديت اعمل الدور